النهارده هنعمل معانا فول عشان خاطر ندمسه ونشيله في التلاجة لتفريزات لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه بدات جبت الحله بتاعتي وحطيتها على النار اهي. الفول بتاعي كنت نقعاه عشان خاطر ينضف من التراب، وطبعا انت شاريه من المحل لازم تشطفيه، والميه النقع بتاعته لازم تكبيها. ماشي. غسلته غسله نظيفه. ماشي. وحبيت الفوله نفسها بقت طريه حلوه عشان تتسلق على طول. ننزل بيه كده. لازم تغسليه اولا وتشطفيه شطفه نظيفه وتسيبيه في الميه وتبيتيه ليله كامله، وبعد كده بقى ايه تاخديه عشان تسويه. هنسمي الله كده وننزل في الحله بتاعتنا. طبعا الفول ده بيبقى اساسي على ايه السفره بتاعتنا في رمضان. ننزل بالبصلايه اول حاجه كده. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطميه تقطعها جوانح كده. ماشي. وهنحط معلقه توم صغننه. معلقه توم اهي من اللي انا مفرزاه معاكم قبل كده برضو. على فكره التوم بقاله اكتر من سنه عندي اهو في التلاجة زي ما هو بنفس الريحه بتاعته. ننزل بقى. خلاص حطيت المقادير بتاعتي كلها. ده نص كيلو فول، حطيت عليه طماطميتين، بصلايه، معلقه توم صغيره. نسمي الله كده بقى وننزل بالميه بتاعتنا. ممكن الميه بتاعتك تبقى فتره شويه. ماشي. عشان خاطر ايه حبيت الفول تبقى. وهولع عليه. هنسيبه بقى يستوي كده ايه لحد ما حبيت الفول تطرى معانا وتبقى جميله، وهوريلكم بقى نكمله مع بعض ازاي. في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، معلقه عدس بتضاف على الفول بتديله طعم وبيبقى جميل جدا. بسم الله وهننزل بيها كده ونقلبه بقى ايه يستوي كله مع بعض. شايفين ما شاء الله الفول ريحته جميله. خلاص دخل على السوا اهوت. وضفت له شويه ميه، والميه لازم تكون سخنه عشان ما يسمرش منك.